أهلا بيكم في بيبرس أكاديمي. في معادلة مشهورة جدا في الإكسل وكان كله بيستخدمها لأنها كانت سهلة أوي، وهي معادلة فلوك أب. لما جينا نستخدم باور بي آي كان كله بيسأل عن المعادلة دي إزاي هنستخدمها هنا في الباور بي آي وهي مش موجودة. هقول لك ببساطة إن معادلة فلوك أب في الإكسل بتساوي هنا ريليتد في الباور بي آي. تعال أقول لك إزاي نعملها. عندنا جدولين زي كده، في جدول فيه برودكت وجدول فيه سيلز. عندنا هنا في ما بينهم ريليشن شيب اللي هي برودكت كود وبرودكت اي دي، والعلاقه دي 1 تو ماني. وطبعا احنا عارفين ان البرودكت كود هنا الكود مش متكرر، الماني هنا متكرر كتير، ودي افضل علاقه تكون ما بين الجدولين. طيب ايه الريليتد هنا هتعمل ايه مكان فلوك اب؟ تعال نشوف. لما نيجي هنا نختار مثلا الجدول السيلز اللي هو فيه الماني او فيه الداتا كتير، ونعمل هنا نيو كولوم ونكتب بس هنا كده ريليتد. مجرد ما بختار ريليتد هتلاقيه جاب لي الاعمده اللي موجوده في الجدول الاكسل التاني اللي هو البرودكت. انت عايز ايه من الجدول التاني؟ هقول له مثلا عايز البرايس، واقفل القوس وخلاص. على كده مجرد ما بعمل كده خلاص هو كده جاب لي كل برودكت كود او برودكت اي دي اللي موجود عندنا هنا قدامه السعر اللي موجود في البرودكت الاساسي. طيب لو انا جينا نعمل كده نفس الطريقه بس في الجدول بتاع البرودكت اللي هو الجدول الاساسي وقلنا ريليتد، هل هيجيب لي اللي هناك؟ لا طبعا. هنا الريليتد بتشتغل على الميني بس، ما ينفعش تشتغل على الاي دي. تاني حاجه عايزين نجربها لو احنا هنعمل ميجر ونجيب بيانات معينه احنا محتاجينها. يعني مثلا زي الريجن اللي موجود عندنا في السيلز دي كده، احنا محتاجين نجيب التوتال بتاع السيلز بتاعه. هنعمل هنا كده مثلا على السيلز هنا نيو ميجر، ونيجي هنا نكتب مثلا توتال سيلز. طبعا هنا لو احنا جينا استخدمنا ريليتد مش هيجيب لنا اي حاجه زي ما احنا شفناها من شويه، انها جايبه البيانات اللي موجوده في البرودكت الاساسي. وده ليه؟ لانها ما بتشتغلش على ميجر، هي بتشتغل رو باي رو على كولوم. يعني زي ما احنا شايفين هنا كده، لو احنا رجعنا تاني هنا للجدول هنلاقيه ان هو بيشتغل على رو باي رو، ما بتشتغلش على الجدول كله. فعشان كده لما احنا كتبنا هنا ريليتد في الميجر اللي احنا عملناها دي ما جابلنيش اي حاجه. وهنا بقى لازم نجرب معادله تانية عشان نعرف نجيب بيها التوتال سيلز. نجرب معادله زي ايه؟ زي مثلا سم اكس، انا شرحها قبل كده وانا بحط لك الفيديو بتاعها. طبعا اول حاجه في السم اكس التيبل عندنا هنا هنختار تيبل السيلز، ونيجي هنا في الاكسبريشن بقى ممكن نختار هنا ريليتد اللي احنا محتاجينها، عشان هنا هنقدر نستخدمها بناء على سم اكس. هنقول له انا عايزين البرودكت برايس من هنا، ونقفل القوس بتاعه ونقول له في السيلز يونت اللي موجوده عندنا. خلاص كده انا خلصت المعادله، اقفل واعمل انتر. لو انا سحبت المعادله كده دلوقتي وحطيتها على الريجن اللي موجوده هنلاقي ظهر معانا نتائج إيه لكل منطقه، الاجمالي المبيعات بتاعتها قد ايه والتوتال كله قد ايه. فكده عرفنا ان الريليتد ما ينفعش نستخدمها في الميجر، لكن يمكن نستخدمها في الكولوم لانها معادله رو باي رو بس. طبعا في كمان معادله عندنا اسمها ريليتد تيبل. لو احنا حبينا نستخدمها ازاي؟ هنيجي مثلا على الجدول اللي فيه البرودكت بتاعنا، وهاجي هنا كده واعمل نيو كولوم ونشوف ريليتد تيبل دي بتشتغل معانا ازاي. برضو ادي ريليتد تيبل، لو انا اخترت ريليتد تيبل هيجيب لي هنا الجدولين اللي موجود عندي. هختار السيلز واقفل القوس. مجرد ما اعمل كده وعملت فلت القوس هتلاقيه جاب هنا على طول ان مديني ايرور، لانه ما يقدرش يجيب اكتر من نتيجه في الرول الواحد. طب انا عايز اشوف نتيجه من الحته دي او استخدمها ازاي؟ هرجع هنا مثلا قدام اي كود برودكت كودز اللي موجوده عندي ده مثلا، واشوف هو ليه مش عايز يجيب اكتر من نتيجه. لو انا اخترت البرودكت اي دي اللي هو موجود اللي هو 7162 ده، عملت اوكي وجينا هنا بصينا هنلاقي ان هو 17 رو. ده كده موجود منه 17 رو عشان يقدر يجيب نتيجه للكود للبرودكت اي دي ده هناك محتاج 17 رو. طب انا احلها ازاي لو انا عايز اطلع بنتيجه هناك؟ هاجي هنا بس كل الحكايه اختار معادله كاونت رو مثلا ليه قبل الريليتد واقفل القوس.
ايه اللي هيحصل هنا؟ هتلاقيه اهو حول معايا على طول البرودكت كود اللي كنا شفناه هناك 17 رو، ان العدد اللي موجود هناك 17، ده 9، ده 13، وهكذا، وابتدى يجيب لي نتيجه بالفعل. نفس الكلام لو انا استخدمت الريليتد تيبل في السيلز هيبقى بنفس الطريقه، هيديني ايرور برضو في الحته ديت. ولو انا عملتها طبعا هيديني هنا كل برودكت كود واحد، لان هنا مش متكرر اي برودكت. وبس كده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي يا صديقي.